كلنا بنعمل ذنوب، لكن الأسوأ من الذنوب هي الذنوب الجارية. يعني دي ذنوب انت ما عملتهاش بس هتتحاسب عليها. ذنوبك لوحدها قد تهلكك، فما بالك ان جعلتها جارية. طب الذنوب الجارية دي زي ايه؟ زي انك تنزل اغاني على صفحتك على الفيس او حالات الواتس فغيرك يسمعها ويشيرها وممكن يروح يحملها، او انك تنزل صور بنات او ممثلات سواء كانوا محجبات او لا فغيرك يشوفها ويتفتن بيها ويشيرها، او انك تدل حد على فيلم او مسلسل فيروح يشوفه، او انك تشير محتوى فاسد او حتى تتفاعل معاه فتكون شريك معاه في الفساد، او حتى لبسك الفاتن في الشارع اللي ممكن يخلي شاب ينتكس وانت والله ما تعرفي الكواليس عامله ازاي والذنوب اللي هتاخديها من غير ما تتخيليها، او انك تدل حد على معصيه. شلال ذنوب والله العظيم كل ما يعمل المعصيه دي. ومن الحاجات اللي هزتني حرفيا لما نشرت على جروب ان الناس تروح تعمل سبان لصفحه بنتها على الفيسبوك عشان توفت والصفحه مليانه ذنوب. خليني اسالك سؤال، انت مستعد دلوقتي تقابل ربنا في اللحظه دي؟ اظن انه جه قدام عينك دلوقتي شريط مليان ذنوب جاريه انت عملتها ولسه مش تبت منها.